السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة كده سريعة مع دخول الشتاء بقى والبرد، نبدأ نفطر بيها الصبح مع كوباية شاي بلبن، نحطها في اللانش بوكس للولاد، رايحة الشغل تاخدي لك واحدة وانت ماشية. هنعمل قرص الافران اللي هي بتبقى صغيرة اللي بتتباع بالكيلو، وطبعا بتتباع في الافران ما بنبقاش عارفين هم عاملينها بزيت ولا بسمن نباتي ولا بايه. هتعمليها على ايدك في البيت بمكونات بسيطه عندك موجوده في البيت، وهترمي معاكي كميه كبيره وفي نفس الوقت هتبقى مضمونه. هنعمل قرص الافران بس بريحه وبطعم القرص بتاعت زمان. انا معايا ايه في المقادير؟ قبل ما ابدا في المقادير، لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه واضغطي على علامه الجرس وعلى علامه الكل عشان يوصلك كل جديد. نقول بسم الله. معايا كيلو دقيق، اي نوع دقيق لجميع الاغراض. كيلو دقيق، معايا كوبايتين، كوبايه زبده وكوبايه زيت. الكوبايتين دول انا جايبه الزبده يا دوب مسيحاها على النار، يا دوب فكت الزبده. طب لو انت مش عايزه تعمليها بزبده بزيت وزبده، اعمليها بزيت بس، هتبقى جميله برضو، او اعمليها بسمنه وزيت، او اعملي كوبايتين زبده. انا حبيت اخلط لكم الاثنين عشان اسهل عليكم الموضوع. يبقى كوبايه زبده وكوبايه زيت، كوبايه لبن قابله للزياده او اقل على حسب نوع الدقيق، وهنشوف مع بعض. نص كوبايه سكر عادي، انت ممكن تقللي السكر تزودي السكر زي ما تحبي. معايا معلقتين كبار خميره فوريه، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه ملح، وكيسين فانيليا بس عشان الطعم. لو مش عايزه تحطي الفانيليا مفيش اي مشكله. لو عندك المحلب اللي بيتحط، او عايزه تحطي ينسون شمر، اللي انت عايزاه اعمليه. طيب هعمل ايه؟ كل اللي هعمله دلوقتي هجيب حاجه عشان اعجن فيها واقول بسم الله، وانزل بالدقيق في الحاجه اللي هعجن فيها. ادي كيلو دقيق، هنزل كيلو الدقيق كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليه السكر معلش سوري، الملح والخميره والبيكنج باودر، وهنزل عليها الفانيليا. هنزل بالفانيليا بس، الفانيليا يا دوب تديني ريحه مش اكتر. لو عندك محلب حطي شويه، لو عايزه تزودي شويه ينسون، شويه شمر مطحون، طبعا مفيش اي مشكله. طيب هقلب ده كله كده مع بعضه اهو، اقلب كل ده كده مع بعضه المواد الجافه. بعد كده هنزل بكوبايه الزيت، وهنزل هبعد ده كده شويه عشان تشوفيني كويس اهو، وهنزل بكوبايه الزبده. يبقى هنزل بكوبايه الزيت وهنزل بكوبايه الزبده. هعمل ايه؟ هبدا ابسها عادي جدا زي ما بنبس اي قرص، زي ما بتبسي كحك، بسيها بين ايديكي كده بحيث ان الدقيق كله يتغلف بالزبده مع الزيت. هبسها كده بين ايديا كده اهو، بحيث انه يتغلف زي ما بنبس القرص، عشان بس يبقى طعمها حلو. هم على فكره في المخابز مش بيبسوها زينا، في المخابز بيخلطوا كل السوائل على بعضيها وبعدين ينزلوا عليها الدقيق، لكن احنا بنحب نعمل الطريقه دي عشان بتفكرنا بعمايل امهاتنا زمان. كانوا دايما بيعملوا القرص بالطريقه دي وبيبسوها، فبتتغلف كلها بالزبده او بالسمنه، فبيطلع طعمها جميل جدا، بتحسي فيها بطعم الزبده او السمنه اللي انت حطاها. هبدا كده ما اخليش اي اثر للدقيق، افضل ابس فيها على ايدي كده، ما اخليش اي اثر للدقيق خالص. اخلي كل الدقيق يتشبع بالزبده اللي مع الزيت او بالسمنه. لو عايز تعمليها كلها بسمنه، عايز تعمليها كلها بزيت، زي ما قلت لك في الاول، اللي يريحك. بكل الحاجات دي باي واحده منهم هتطلع طعمها في منتهى الجمال واحلى واطعم من بتاعه المخبز بمليون مره. اهو ما خدتش معايا ثواني، انا غلفتها كلها اهي زي ما انت شايفه. هبدا انزل بالسكر برضو، هقلبه كده تقلبتين. خلاص اهو. لو عايزه تحطي معلقتين سكر بس مفيش مشكله، مش عايزه تحطي سكر خالص وانتي هتاكليها مع شاي بلبن مثلا مسكر ولا حاجه، مفيش اي مشكله. في ناس بتحبها من غير سكر اصلا. بعد كده هبدا بقى المها بكوبايه اللبن. طبعا كوبايه اللبن تكون دافيه يكون افضل. هلمها بكوبايه اللبن اهي. هشوف على حسب الدقيق ممكن ياخد مني الكوبايه كلها، وممكن ياخد 3/4 الكوبايه، وممكن ياخد مني زياده شويه على حسب نوع الدقيق بتاعك.
مفيش اي مشكله. انا حاسه انها لسه، شايفه، حاسه انها يابسه في ايدي، فهكب الربع الباقي. طبعا انا مش بعجن، انا بلم العجينه، مش بعجنها اساسا اهو. انا ما قطعتش الفيديو خالص علشان تشوفي الطريقه بالظبط اهي. انا بلم العجينه، بلم بس، لكن مش بعجن اهو. العجينه على حسب ما هي في ايدك، شايفه العجينه طريه بس محتاجه سنه لبن. هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هزود شويه لبن كمان، مفيش اي مشكله، هزود شويه لبن اهو. انا زودت ربع كوبايه لبن، هشوف هتاخدها كلها ولا لا. وابدا برضو بلم العجينه مش بعجن اهو. اهي العجينه طريه وجميله وحلوه قوي، بس انا هزود باقي ربع كوبايه اللبن اهو كلهم. يبقى كده خدت مني قد ايه؟ خدت مني كوبايه وربع لبن. ممكن تاخد منك الكوبايه وربع، تاخد منك كوبايه ونص، على حسب نوع الدقيق زي ما قلت لك، لان ده دقيق لكل الاغراض، فممكن يشرب لبن زياده وممكن ما ياخدش كل السوائل، على حسب الدقيق اللي في ايدك، مفيش اي مشكله. اهي برضو العجينه طريه في ايدي وما شاء الله زي الفل. وبرضو زي ما قلت لك انا بلم مش بعجن. العجينه اهي زي الفل اهي، كويسه قوي في ايدي اهي. خلاص كده مش محتاجه حاجه. كل اللي هعمله ايه؟ هغطيها بفوطه او اغطيها بكيس واسيبها 10 دقايق بالظبط. انا مش عايزاها تخمر، هي 10 دقايق على ما اجهز الصواني اللي هقطع فيها القرص. 10 دقايق ونرجع نقطعها مع بعض اهو يا حبايبي. انا خليت العجينه 10 دقايق بس، ما خمرتش، انا مش عايزاها تخمر، دي ترتاح بس. وهمسك قطعه العجين وهعملها كده، هلفها كده على جوه، يعني هكورها زي الكوره اهي. اتكورت معايا، هاخدها بين ايديا كده وهحطها على الصينيه. انا جايبه صينيه او صاج مدهونه دهنه خفيفه زيت بالفرشه، وهروح حاطه القرصه كده واسيبها واقطع واحده تانية. طبعا انا هعملها لك صغيره زي بتاعه الافران، وانتي لو عايزه بقى تكبريها تصغريها عن كده ده براحتك زي ما انتي عايزه اهو. هعملها بين ايديا كده واحطها، بس اخلي شويه مسافه بين دي ودي لاني لسه هضغط عليها بايدي، اهو. باخد العجينه والمها على جوه كده في كفه ايدي، وبعدين ارجع اكورها كده اهي واحطها في الصينيه اهو. اعملها كده، لقيتها صغيره اكبرها سنه، لقيتها كبيره اصغرها شويه. انتي تتحكمي بقى في الحجم زي ما انتي عايزه وزي ما ولادك بيحبوا. وهلفها كده في ايدي زي الكوره. خلاص بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما هرصها كلها عشان ما اطولش عليكي الفيديو، هرص القرص في الصاج كلها، هروح ضغط عليها كده ضغطه خفيفه بايدي اهي ضغطه خفيفه بايدي بتضغط هي معايا، مفيش اي مشكله اهي. هضغط عليها كده ضغطه خفيفه بايدي اهي ضغطه خفيفه بايدي. انا هملى الصاج كله وهاجي اوريهولك قبل ما ندخله الفرن وهتشوفي شكله ازاي اهو يا حبايبي. انا خلصت كل كميه العجين، الكيلو كله ما شاء الله، قطع كميه كبيره. الصاج الكبير ده والصينيه دي، كل اللي عملته ايه؟ جبت شوكه ونغزت بيها كده القرص عشان تدي منظر، بس لو مش عايزه تعملي براحتك. انا نغزت الصينيه دي بس، ودي هخليها زي ما هي. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسيبها تخمر ربع ساعه بس، لان احنا ما سيبناهاش تخمر بعد ما عجناها، خليناها بس ترتاح 10 دقايق. هجيب كيس واغطيها في الاول، وبعد كده اغطيها في فوطه مطبخ واسيبها ربع ساعه بالظبط، وبعدين اسخن الفرن واجيبها وانا بحطها في الفرن هوريها لكم شكلها ازاي. القرص اهي يا حبايبي، كل الكميه بعد ما عدى عليها حوالي تلت ساعه من ساعه ما قطعتها وشكلتها معاكم، عدى عليها حوالي تلت ساعه.
دلوقتي سخنت الفرن على درجه حراره متوسطه وهدخل فيها القرص، بس انا بحب اسويها على نار هاديه عشان تستوي يبقى طعمها حلو. اول ما هدخل القرص ههدي النار خالص وبعدين اسويها واطلعها واوريها لكم تاني. القرص طلعت من الفرن اهي الحمد لله، شكلها في منتهى الجمال وريحتها جايبه اخر الشارع، وما شاء الله الكيلو عمل معايا كميه حلوه قوي. الصاج اللي انتوا شايفينه ده والصينيه دي، وزي ما انت شايفه كده اهي، شايفه مستويه من تحت ومستويه من فوق اهي زي الفل. انا سويتها من تحت عادي على نار هاديه اهي، وبعد كده في الشوايه سنه بسيطه جدا معلش عشان هي سخنه. طبعا انت عايزاها بالسمك ده زي ما تحبي، ما تضغطيش عليها جامد. لو عايزاها اقل من كده اضغطي شويه زي دي. انا عملت لكم ده وده. شايفه القرص طريه وفي منتهى الجمال، شايفه مفرغه من جوه وحلوه قوي قوي اهي. ودي الصينيه الثانيه اهي، شايفه القرص هتعجبك جدا وهتعجب ولادك، وريحتها وطعمها حلو قوي قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.